ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل نوع حلو جدا من الكفتة. كفتة الحاتي، هي طبعا ليها جماهيرية كبيرة جدا. احنا بنجيبها من بره كده، طعمها مميز. ان شاء الله هنعملها زي بره واحلى كمان، مع الفارق لان احنا اللي عاملينها بقى بايدينا. ضامنين طبعا اللحمة اللي احنا بنستخدمها في الوصفة. اللي احنا بنجيبها من بره مش عارفين هي لحمة ايه الحقيقة. دي لحمة بلد يا جماعة، بس لازم طبعا يبقى فيها نسبة دهون. زي ما انت شايفة ريحتها خطيرة. هي الحقيقة ريحتها انا اللي هشمها، يعني انت هتشوفي شكلها حلو قوي. بس اكيد هتشمي ريحتها معايا يعني من خلال شكلها يعني. إيه، يلا بقى مش عايزة اطول عليكم، يلا ندخل في الوصفة على طول ونشوف احنا عملناها ازاي مع بعض. خلاص كده. دي مبدئيا يا جماعة المقادير بتاعتنا دي: نص كيلو من اللحمة. عايزة طبعا تبقى لحمة فيها نسبة دهون شوية. وهنا معايا مية بصل، وكمان معايا فلفل وبابريكا، وكمان معايا هنا بهارات لحمة فقط لا غير، وطبعا الملح يعني. اول حاجة يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى نحط الاضافات بتاعتنا. هحط الملح. اظبطي الملح طبعا على ذوقك. هحط نص معلقة من البابريكا. البابريكا طبعا هتديها لون كده حلو قوي. وهنا بهارات اللحمة برضو نص معلقة، ونص معلقة من الفلفل الأسمر. ولا أي حاجة تانية خالص، ما تحطلهاش أي إضافات تاني نهائي. هما دول بس. واتفرجي بقى على النتيجة ودوقي كمان طعم الكفتة خطيرة. هنعجنها كويس. أهم حاجة في الكفتة يا جماعة تتعجن كويس جدا، علشان ما تفكش معانا. وكمان تتسمغ معانا كده وتمسك، ما تفكش أبدا منك. زي ما انت شايفة اهو، ما ضفناش بقى بصل ولا الكلام ده كله خالص، هما التلات توابل فقط لا غير. اعجني بقى فيها شوية حلوين كده. ويا سلام كمان لو اللحمة دي كانت اخدة وشين، يعني علشان كمان تسمغ معاكي اكتر. بالشكل ده هنبدأ نصبعها. شوفي بقى انت بتصبعيها على ايه. الحقيقة انا ده السلاح بتاعي اللي ما بغيرهوش ابدا، ده يا جماعة مسن. مهما اغير واعمل بطرق تانية، لا هو ده اجمل حاجة بصراحة. بلي ايدك بقى في مية البصل كده، ونبدأ نصبعه الاحجام اللي انت عايزاها. بس احنا بقى هنعملها شبه اللي بتيجي من بره بالظبط. هنخليها كبيرة شوية كده، يعني هنشبهها باللي احنا بقى بنشتريها من بره. زي ما انتوا شايفين كده. هو النص كيلو هيطلع لك حوالي 10 او 11 واحدة من الكفتة يعني. بس طبعا دي كفتة كبيرة جدا اللي انا عاملاها. لا هتعمليها صغيرة هيطلع لك الكمية اكتر يعني. زي ما انت شايفة كده. وابدأي صبعي، واهم حاجة برضو دوسي على اللحمة علشان ما تفكش منك. وزي ما انت شايفة كده، عايزة اقولك بقى الكفتة دي ممكن تعمليها دلوقتي بقى. خلاص كل سنة وانتوا طيبين، السيزون بتاع المصايف بقى. سواء كنت هتاخديها يعني متفرزة معاكي، هتحطيها في الديب فريزر بعد ما هنصبحها كده. هتتلج معاكي، هتحطيها في اكياس او علب وهتاخديها معاكي المصيف وتبقى جاهزة، بس هتسويها بس. او كمان ممكن بعد ما تسويها تاخديها برضو معاكي جاهزة. يعني دي تنفع ودي تنفع. الحقيقة انا لما بروح المصيف بجد يعني كل حاجة باخدها يعني مستوية. بتقف بس انك بتسخنيها كده في الفرن وخلاص. وهتنجز معاكي بقى وهتبقى ايه خطيرة. زي ما انتوا شايفين كده اهو، قربت اخلص الكمية. زي ما قلت لك انا عاملة حجمها كبير مش صغير يعني. هتقدري بقى بعد ما تسويها تقدمي جنبها رز او مكرونة. بيني وبينكم انا كنت عايزة اعملها سندوتشات كده، بس الولاد طبعا طلبوا رز، يعني عايزين جنبها رز. فهعمل لهم رز. هعمل لهم ايه بقى؟ اللي هم عايزينه. هي شبه الكفتة اللي بتيجي من بره وكمان لو هتعمليها برضو في العيش اللي هو البلدي ده، مع شوية سلطة طحينة، هتبقى خطيرة كأن السندوتشات دي من بره الحقيقة يعني. كأنها جاهزة بالظبط، جايباها من بره. نعمل كمان دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدري برضو تصبعيها في خلة وتخليها برضو ايه تشويها على الشواية يعني. ده يا جماعة شكلها بعد ما خلصنا، بصي شكلها حلو قوي. الكلام ده كله على الفرن، حطيته في صاج طبعا مدهون مسحة صغيرة جدا من الزيت.
مش عايزه تحطي زيت خلاص، هي اوريدي كده كده في الفرن هتنزل يعني شويه دهون، فيعني مفيش داعي. لو مش عايزه تدهني الصاج مفيش اي مشكله خالص، هنحطها في الفرن مش هتاخد ربع ساعه، اقل من ربع ساعه، وتلاقيها استوت معاك وخطيره تحفه، ريحتها بقى قلب الدنيا. هنا يا جماعه انا ولعت فحمايه صغيره كده، نبدا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحط لها نقطه من الزيت. بصي بقى اللي هيحصل ما اقولكيش على الروايح في المطبخ تحفه خطيره. اكتميها بقى باي حاجه وغطيها كده، علشان طبعا ناخد الريحه بتاعه الفحمه دي، كاني بقى مشويه على الفحم وكده. ريحتها خطيره بصراحه. ان شاء الله باذن الله لو جربتيها تعجبك كتير كتير الوصفه دي. طبعا انا جربت كل انواع الكفته بصراحه، جربت كفته البصل، كفته البرغل، وكمان كفته فول الصويا، كفته الرز. ما لقيتش اجمل من الكفته دي بصراحه. هي من الاخر الكفته دي هتعتمديها، يعني هتعتمديها ان شاء الله. بس عملت جنبها رز مبهر يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده، وهعمل بقى شويه سلطات وخلاص، واجمل غدوه واجمل كفته ان شاء الله لو جربتيها تعجبك. هنشيل بس بقى الطبق اللي كان فيه الفحم ده، وابدأي رصيه في الطبق وجرنشيه علشان طبعا يعجب الولاد عندك، يبقى شكله حلو جدا واكلك مميز. يلا بقى جربيها ان شاء الله باذن الله تعجبك كتير كتير. بس كده، وده كان فيديو النهارده. باي باي حبايبي.